ديما تسمع هيك تعودنا ما تبدلش في العادات، تقاليدنا خط أحمر. أما استنى شوي، هل كل عادة لازم تتورث ولا فما حاجات لازم تتبدل؟ نعطيك مثال، برشا عائلات مازالوا يؤمنوا انه البنات لازم متحكيش برشا، ما تخرجش برشا، ما تعيش كيف ما هي تحب، مش خاطر الدين، مش خاطر القانون، اما خاطر هكا العادة، هكا الموروث الذي لا يناقش ولا يتغير ولا يتعدل. ممكن تقول اني نحب نختار مسيرتي، نحلم ونبدع ونغلط ونتعلم، يجيك الرد هذه مش عاداتنا، عيب، تقلد في الغرب. يا خويا متقلقنيش، مش كل شيء غربي شيطان، مش كل شيء قديم مقدس. فما عادات حلو تلمنا توحدنا وتعطينا هويتنا العربية الإسلامية، أما فما عادات تخنقنا تذلنا تحبسنا في صندوق. العادة اللي تمنعك تكون روحك مش مقدسة، هي حاجز. العادة اللي متخليكش تعيش بحرية وما تستحقش نحافظ عليها. بس سؤال اليوم مش شيني العادة، السؤال هو شيني اللي نحب نعيشو بيه، شكون نحب نكونو. وانت هل عندك الجرأة تكسر العادة كان لقيت روحك فيها مظلوم؟ إذا عجبك الفيديو حط لايك وبارتاجيه مع شخص مازال يخاف من تغيير العادات الاجتماعية متاعه. احكولي في التعليقات شنو العادات القديمة اللي تحبوا تغيرها ولا تحبوا تطوروا فيها.